كل مستخدمين الانستغرام طلع عندهم هذا الاشعار اللي قدامكم. اغلب الناس عرفوا شنو هو، والبعض منهم ما يعرفون شنو هو. سواء كنت تعرف شنو هذا الخيار او ما تعرف، تابع هذا الفيديو للاخير لين راح تستفاد من عنده وتتعلم من عنده استخدام هذا البرنامج الجديد اللي نزل من 3 ايام. تمام، لو ضغطنا عليه راح تطلع لنا هذه الواجهة، ومثل ما تشوفون تاريخ نزول البرنامج يوم 6 يوليو، يعني قبل 3 ايام. البرنامج اخذ شهرة واسعة جدا، ولو دخلنا على سوق بلاي خلال 3 ايام راح نشوف التحميلات اكثر من 10 مليون تحميله. لذلك البرنامج حلو وانصحك تنزله وتستخدمه، بس قبل لا تنزله شوف الفيديو هذا بالتفصيل حتى تتعلم البرنامج. وهذا حسابي على الانستغرام، تابعني حتى تستفاد من الاستوريات اللي انشرها. وفدوى قلبك اذا ما مشترك بالقناة اشترك، ويلا خلينا نبدي بشرحنا. تمام يا شباب، لو دخلنا الانستغرام وضغطنا الخيارات الثلاثة راح نلقى هذا الخيار اللي اسمه تريز والله حتى ما اعرف ثريد. المهم تطلع لك هذه الواجهة، فانت اللي عليك تدوس على الحصول على التريز هذا وتنطي كلمة تثبيت. هنا راح يثبت عندك البرنامج، سواء كان جهازك ايفون او اندرويد راح تثبت، بس اسمه صعب يا اخي. هيا شباب، بعد ما فتح البرنامج او بعد ما ثبت البرنامج سواء كان جهازك ايفون او اندرويد، تجي تفتح البرنامج. تمام، البرنامج راح يطلع عندك بهذه الواجهة، بالاندرويد عربي، بالايفون انجليزي. كل اللي عليك انت تضغط هنا على الانستغرام، هذا الخيار اللي جوا طلع قدامك، تضغط عليه يطلع يوزرك مال الانستغرام، تضغط عليه ضغطة واحدة فراح تطلع لك الواجهة الثانية مال الحساب او مال البرنامج. فالبرنامج هو حلو والله، انصحك انه تتعلم له هنا بشكل كامل. لو كنت مفعل مصادقة ثنائية فراح يجيك تحقق للدخول، او اذا ما كنت مفعل مصادقة ثنائية فما راح يجيك تحقق. بما انه انا مفعل المصادقة الثنائية فراح يجيني تحقق وراح اوافق عليه. تمام يا شباب، بعد ما حطيت رمز المصادقة الثنائية، انت اذا ما طلب منك مصادقة ثنائية ممكن يدخلك مباشرة للواجهة مال هذا اللي طلعت قدامكم. تمام، هنا أنا طلع لك هذا الخيار. كل اللي عليك تدوس كلمة استيراد من انستغرام، فراح يضيف لك كل الخيارات اللي موجودة مثل البايو والاسم واليوزر بالبرنامج. تمام، وبعدها تنطي كلمة متابعة. بعد ما انطيت كلمة متابعة طلع لك هذا الخيار، ان كان حسابك تسويه عام او خاص بكيفك انت، فخليه عام افضل. اذا سويته خاص ما راح يطلع يم الناس، فالافضل تسويه عام اذا كنت تدور متابعين وهيك امور. تمام، الناس اللي متابعهم على الانستغرام يقول لك انه تقدر تريد تتابعهم او لا، تقدر تنطي متابعة الكل او تقدر تنطي الخطوة التالية. خلينا نعطي متابعة الكل. تمام، بعدها هنا تطلع لك هذا الخيار، تدوس كلمة انضمام الى تريز. المهم تنطي كلمة سماح. اوكي، فتح واجهة البرنامج ومثل ما جاي يشوفون هذه الصفحة الرئيسية. خلينا نبدأ بالخطوات الجوا. الخطوات الجوا هذه الصفحة الرئيسية، البيت اللي جاي يشوفونه قدامكم، هذه هنا المنشورات المقترحة مال الناس، تقدر تنطي اعجابات وتقدر تنطي تعليقات وإعادة توجيه وهيك امور. طبعا البرنامج شبيه تويتر. اوكي، الخيار الثاني هنا البحث، هنا مال البحث تقدر هنا تحط يوزري وتتابعني على البرنامج بك 17 ايش نفس يوزري مال الانستغرام. وتعالوا تابعوني هنا على هذا البرنامج، هذا حسابي، فانصحكم تتابعوني. ما شاء الله بيوم واحد 1300 متابع، حلو. تمام، اوكي، الخطوه اللي وراها هذا القلم اللي بالنص مثل ما جاي تشوفون، اذا دستوا عليه هنا فراح تقدرون تنشرون نشر. مثلا تكتب اي شيء انت اذا تنشر، تقدر تكتب بس كتابه وتنطي ارسال نشر، او تقدر تدوس على هذا الخيار وهنا نضيف صوره من المعرض. فالحلو بالموضوع انه الصوره حتى لو كانت شاشه كامله راح يطلعها بشاشه كامله مثل ما جاي تشوفونها قدامكم، وتقدر تلغي الصوره وتقدر تضيف مره ثانيه غير صوره. فهذه بالنسبه للنشر او بالنسبه للقلم اللي بالنص. هذا القلب هنا هذا مال الاشعارات، طلب المتابعه. هنا جتك طلبات متابعه، شوف هسه الحساب تو سويناه وجت عليه طلبات متابعه، ننطي تاكيد على مود نوافق عليهم. مثل ما جاي تشوفون قدامكم البرنامج تو سويته. هنا الخيارات الفوق، الردود، هنا الناس اللي تريد على تعليقاتك او هيك امور. هنا عمليات الذكر اللي يسوي لك ذكر وهيك امور، تاكات وهيك شغلات. الحسابات المحقق هنا مال الموثقه اذا كانوا يتفاعلوا وياك. تمام، هسه نجي على الخيار الاخير هذا اللي هو الملف الشخصي. هنا الملف الشخصي مال حسابك. اوكي، خلينا نشوف الواجهة بسيطة. هنا تقدر تعديل الملف الشخصي، وتقدر تدوس هنا على الاسم والعفو الصورة وتغيرها او هيك امور. تقدر تضيف روابط اذا كان عندك قناة
يوتيوب او هيك امور. ملف الشخصي تقدر تسوي عام وخاص منه، هذا مال تعديل الملف الشخصي. مشاركة الملف الشخصي تقدر تدوس عليه وتنطي نسخ الرابط وتنطي للناس، او تنطي مشاركة مباشرة للناس للرابط مال حسابك. تمام. لو ضغطت على علامة الانستغرام الفوق اللي جاي يشوفونها فوق الصورة هنا، راح يحولك مباشرة لحسابك الانستغرام. تمام، مباشرة تقدر الناس تتابعك. اوكي، اكو مشكلة ناس واجهتها وسألوني عليها، انه لو ضغطوا على اليوزر مثل ما جاي يشوفون جوا اسم شنو، طلع رقم جديد. هذا الرقم لو داسوا عليه الناس راح يوديهم مباشرة يوديهم، شوف مثل ما جاي يشوفون عرض الملف الشخصي على الانستغرام، يوديك مباشرة على حسابك هنا. قبل الناس اذا اجوا لحسابك بالانستغرام وضغطوا على هذا الرقم مباشرة يوديهم لحسابك بالبرنامج. تمام. اكو ناس يسووا وانطوا اخفاء الشارة. لو انطيت اخفاء الشارة هذا الخيار دير بالك تضغط عليه، لا تضغط عليه انت. اخفاء الشارة لو ضغطها راح يروح هذا الرقم من حسابك الانستغرام، ولو راح الرقم بعد ما يرجع، لان هسه حاليا ما يرجع، ممكن يضيفونها مستقبلا انه يخلونها ترجع، بس حاليا ما يرجع، فانت دير بالك تدوس عليه. تمام، نرجع للبرنامج. اوكي، عرفنا انه هذا مال الانستغرام. تقدر تدوس على علامة هاي الكرة الارضية فوق، لو دست عليها هنا فيطلع لك الاعدادات اللي تغير بيها هيك امور وهيك شغلات. زين، الناس تسال هسه الحساب هذا هم خطر على حساب الانستغرام؟ لا، تجي تطلع لك اشاعات انه البرنامج هذا ممكن يعطل حسابك الانستغرام، وهالخرافات ترى كذب. حال الفيسبوك، شلون الانستغرام مربوط بفيسبوك ما عليه شيء، هذا نفس الشيء، فلا تصدقون باحد، والخرافات راح تطلع هواي راح يشوفونها على البرنامج. تمام. الخيارات اللي فوق الصوره هذه اللي يم علامه الانستغرام اللي هي الخطين، لو ضغط عليها هنا راح يدخلك على الاعدادات مال البرنامج. الاشعارات هنا تقدر تسوي كتم من الاشعارات. عندك الخصوصيه هنا تقدر تسوي ملف خاص وعمليات الذكر وهيك امور وهاي السوالف. تمام. الحساب عندك هنا لو ضغطت عليه تقدر تدوس الغاء تنشيط الملف الشخصي، وتقدر تعطل حسابك هنا داخل البرنامج. تمام، فهذا يعتبر تعطيل مؤقت، يعني لو هو كاتب لك هنا الغاء تنشيط، لو دست الغاء تنشيط هنا راح يتعطل وراح يختفي حسابك، ومن تريد تسجل دخول بس مجرد تسجل دخول مره ثانيه راح يفتح الحساب، فيعتبر تعطيل مؤقت. حاله الحساب وهيك الامور هاي تابعه للانستغرام كلها، راح يطلع لك اعداداتها بالانستغرام. تمام، هذه اعدادات المهمه للبرنامج. البرنامج حلو. طيب، الناس انه راح تقول لك ممكن انه هذا البرنامج هم ينتهك خصوصياتي او شيء، لا ابدا، حال الفيسبوك والانستغرام. او مثل ما علمتكم انه انتم اذا تريدوا تسوون اعاده مثلا المنشورات العامه، مثلا خلينا نجي هنا مثل هذا المنشور، نشوف هذا المنشور هنا تقدر تعطي لايك، هنا تعطي تعليق. الخيار الثاني هنا تقدر تسوي ريبلاي، يعني الخيار هالسهم تسوي لي اعاده نشر. اذا دست على اعاده نشر راح ينشره مباشره. خلينا ندوس اعاده نشر. شوف هسه النشر ببروفايلي. طيب هسه الناس راح تقول لي شلون امسح، انا نشرته بالغلط مثلا، انه ما اقدر امسح لان ماكو أو بالايفون ماكو ازاله، هنا اكو ازاله. تمام، الايفون ماكو ازاله نهائيا. كل اللي عليك تدخل عليه مره ثانيه وتدوس على السهم مره ثانيه فراح يعطيك ازاله، هاي بالايفون. اما بالنسبه لهذا السهم فهذا اعاده او العفو، اذا ضغطت على مره ثانيه هنا كلمه اقتباس تقدر تنشر وتكتب كتابه فوقه، يعني اعاده توجيه بس تكتب كتابه. تمام، وصلت الفكره؟ انا بشكل سريع يعني اشرح. عندك السهم هذا لو ضغطت عليه هنا اضافه الى قصه، اذا دست عليها مثلا راح يوديك مباشره للستوري بالانستغرام، الستوري بالانستغرام سواء منشوراتك او منشورات الناس. تمام. عندك هنا لو ضغط مره ثانيه عندك هذه الخيارات، نسخ الرابط ومشاركه عبره، يعني هاي الامور. هنا بوست هنا تقدر تنشره كمنشور عادي بالانستغرام. يعني انه البرنامج صراحة حلو، انا عجبني، بس يراد له بعد شوية تعديل بما انه البرنامج جديد، فانصح الكل باستخدامه. وين صفنت؟ انصح الكل باستخدامه. مع السلامة.